السلام عليكم. أنا أول مرة في حياتي أعمل فيديو وأشاركه مع الناس. أم، طول عمري حياتي الخاصة، مشاكلي، كل شيء بحب إني أنا أحتفظ بيه مع نفسي. ما بحب إني أعرض حياتي الخاصة وتفاصيلها على العموم، ولكن هالمرة أنا محتاجة لكم كتير، وبطريقة أو بأخرى إذا وصلتوا صوتي للمسؤولين فحترفعوا عني ظلم كبير عايش معاي من سنوات. حياتي كلها أصلا في كابوس من سنين. أنا مواطنة تونسية، كنت عايشة في مملكة البحرين ما بين 2010 إلى 2014. في خلال هالسنوات أنا بالفعل حبيت مملكة البحرين واعتبرتها مثل بلدي وأكثر. وخيرها كان علي وما راح أنكر هذا الشيء، وكانت وش الخير علي بالفعل. ولكن اليوم أنا جاي أحكي لكم في مشكلة كبيرة، أنا عندي كل تفاصيلها، وأعرف ممكن بعد هذا الفيديو إنه يحصل لي أي شيء، ممكن يهددوني، ممكن هم هددوني أصلا اوريدي، بس ممكن يصير ينفذوا تهديدهم ليا، ممكن حياتي تتعرض لأي خطر. إني راح أحكي على شيء كبير، مش شوية، وفي أطراف عدة ومليون مستفيد مثل ما بيقولوا. عندي مشكلة كبيرة، حابة إني أشاركها معاكم، ولعل وعسى يوصل صوتي عن طريقكم للمسؤولين وبمساعدتكم طبعا. بعد رب العالمين، عن طريق الشير أو مشاركة الفيديو يترفع هذا الظلم والبلاء عني اللي معاصرني صار له سنين. وهذه المشكلة مش لحالي، يعني المشكلة هي تتعلق بأطراف مسؤولين كبار في الإمارات العربية المتحدة وفي مملكة البحرين، البلد اللي أنا عشت فيها سنين والبلد اللي أنا تزوجت فيها وشفت فيها أحلى أيامي، ولكن مع الأسف كله راح. هاي القصة فيها أطراف مثل ما قلت لكم، وتتعلق بمنظومة فساد كبيرة وجرائم ارتكبت خطيرة، مع الأسف ما بين غسيل أموال وتمويل إرهاب وتمويل منظمات سياسية داخلية وخارجية، واغتيالات وما خفي كان أعظم. طبعا الموضوع طويل وما يتنفع، يعني ما ينفع أحكيه في قصة في فيديو واحد، راح أقسمه لكذا فيديو، وكمان الموضوع عمره طويل، فيه سنين كثيرة راحت من عمري، فأنا حابة إنكم تتحملوني بس لو سمحتوا شوي، حتى تعرفوا كيف تسمعوا القصة بتفاصيلها بوقائعها بالدلائل اللي فيها بكل شي فيها، ويكون عندكم فكرة عن القصة بتاعي. مثل ما قلت لكم لعل وعسى يوصل صوتي للمسؤولين الشرفاء ويترفع عني هذا الظلم، ويتم معاقبة المسؤولين الفاسدين والمتسببين في هذه الجرائم. وأنا متأكدة إنه في مسؤولين أكيد شرفاء كتير بيهمهم ضمان الأمن والسلام، إن كان في مملكة البحرين أو بالإمارات العربية المتحدة. تفاصيل راح أحكيها إن شاء الله من بداية الفيديو القادم. أنا طولت عليكم عارفة، أنا آسفة كتير، ولكن لأن الموضوع كتير خطير وفيه كتير أطراف، وفي نفس الوقت موضوع يعني خطير جدا، وفيه أمور كتير حساسة، فبالتالي إنه معلش يعني تحملوني لحد ما يوصل صوتي للمسؤولين كلهم ويسمعوا بالقصة كاملة ويكون عندهم فكرة، ويحاولوا إنهم يعالجوا هذا الخلل وهذا الفساد، ويتعاقب الجاني طبعا ويترفع عني أنا الظلم. وأنا آسفة مرة ثانية على الإطالة، والسلام عليكم، أشوفكم في فيديو تاني.